السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ أم زكريا. صحة رمضانكم، صحة عيدكم، إن شاء الله تكونوا عيدتوا بالصحة والهنا. خلاص رمضان وخلاص العيد وتبدل علينا الروتين. نسينا طول كيفاه كنا عايشين قبل رمضان. هيا نروحوا نشوفوا أول وصفة اليوم بعد رمضان. أول حاجة عندي حبة بطاطا مقلية قليتها ودائما يبقى على حسب عدد أفراد الأسرة. أيضا عندي نصف صدر دجاج كنت رحيته فلاشواغ. أيضا عندي كمية من الجبن المبشور، ونحتاج التوابل اللي هما ملح، فلفل أسود، قليل من الزنجبيل، قليل من الكركم، توابل الشاورما والثوم مرحي. أيضا نحتاج الهريسة، نحتاج المطارد، ونحتاج أيضا الكريمة السائلة. بالنسبة لي ما عندهاش الكريمة السائلة تقدر تعوضها بالحليب. شوفوا هنايا نروح نجيبوا الخبز طاكوس تاعنا. انا هنا المول تاعي كنت دهنته بالزبده، يعني الصينيه تاعي تاع الحديد كنت دهنتها بالزبده، ورحت جبت خبز طاكوس تاعي. شوفوا للامانه انا خبز طاكوس كان متواجد عندي في البيت وشريته من برا. نتوما حبيباتي تقدروا تصنعوه في الدار. بربي ان شاء الله راح ندير لكم وصفه خبز الطاكوس عن قريب ان شاء الله، وان شاء الله يعجبكم. اول طبقه درتها حطيت قليل من كريمه الطبخ ولا كريم فريش الخاصة بالطبخ. كبيت شوية فوق الخبز تاع الطاكوس وزدت عليه الهريسة، وكيما راكم تشوفوا خلطت مع بعضها سهلة مهلة يعني. شوفوا هنا تقدروا ديروا صوص الجيريان، تقدروا ديروا كريمة الجبن، كما تقدروا حتى ديروا المايونيز. هذا الشيء يبقى لكم اختياري، انا نعطيكم الفكرة وانتم كملوا كامل واش دير. هنا درت كمية من الكريم فريش مع كمية من الهريسة، اللي تحب الحار ديروا واللي ما تحبش تقدر تستغنى عليه. ودرت كمية من الجبن المبشور حطيته هنا كامل الخبز. شوفوا هنا البنات، انايا هذه الصينيه دات لي 4 خبزات تاع طاكوس، لانه الصينيه تاعي راهي صغيره. بالنسبه لكم انتم اذا حبيتوا تكبروا الصينيه وكنتوا في عدد افراد عائله كثيره تقدروا تكبروا البلاطو وتكبروا الخبزات باش يجيكم حبه كبيره. هنايا واش راح ندير، حطيت هذيك البطاطا المقليه ستفتها كامل ورحت حطيت المول تاعي جانبا. هنا رايحين نديروا الحشو. واش نحتاجو في الحشو؟ اول حاجه عندي حبه بصله كنت قطعتها الى قطع صغيره، راح نقليها مليح في الزيت، قليل من الزبده. اللي ما عندهاش الزبده ما ديرهاش، انا ثاني كانت ما عنديش. ورحت ضفت عليها بولي اشي. هنايا قلت لكم البولي تاعي غسلته جيدا بواسطه الملح والماء، ومن بعد غسلته جيدا بواسطه الملح والخل والماء. غسلته جيدا وبعد غسلته بالماء فقط، نشفته ورحيته فلاشواغ. ضفت عليه الملح، التوابل اللي قلت لكم عليهم ملح، فلفل اسود، قليل من الكركم، قليل من توابل الشاورما، ايضا الثوم مرحي. هذو هما توابل الدجاج، انا منحبش بزاف نكثر. بالنسبه للكركم درت قليل فقط باش يعطيني هذاك اللون الاصفر اللي نحتاجه في الكريمه تاعي. نخلي الدجاج تاعي يتقلى جيدا حتى يدخلوا له هذوك الدواوات، يشرب كامل الدواوات حتى هذيك البصل تكمل تذبال مع الدجاج، ونروح نضيفوا المواد الاخرى. هذا طاكوس يجي بزاف بنين، طاكوس حجم عائلي، ولا قولوا غراتان طاكوس، ولا كوكا طاكوس كيما حبيتوا. انا سميتها كوكا طاكوس وانتم ديروها كيما تحبوا. ودائما قلت لكم الحشو تقدروا ديروا فيه واش تحبوا، تقدروا تزيدوا الفلفل الحشو تاعكم، تقدروا تزيدوا الجزر كيما حبيتوا. دائما الحشو تاعكم يبقى اختياري، ما تتقيدوش بواش درت انا. هنا راح نضيف ربع فنجان تاع الماء فقط، ونخلي هذاك الدجاج تاعي يطيب حتى يتشرب هذيك النكهه. هنا رحت ضفت عليه قليل من الجبن الطري، قليل من الجبن المبشور، ورايحه نضيف عليه الكريمه. شوفوا هنا اللي تقولي انا ما عنديش الكريمه، مام انايا هذه الكريمه كانت قعدت لي من رمضان. كون ما عنديش الكريمه واش نعوضها بكاس تاع حليب، نروح نضيف فيه ربع فرماجات ولا 5، نميكسيهم مليح. كي نميكسيهم بارد في بارد نروح نكبهم على الخليط تاعي، نخليهم يبقبقوا حتى نتحصل على هذاك الدجاج اللي يجيب الكريمه ويجي مشمخ. شوفوا هنا كي تكبوا الكريمه ما تخليوهاش تعقد بزاف، خليوها شوي مشمخه، لانه راح نزيدو ندخلوه للفرن باه يجيكم معسل ويجيكم مشمخ ويجيكم بنين. هنا نروح نحط كامل هذاك الحشو تاعي. شوفوا كيفاه راهو معسل، كيفاه راهو بنين. يا واحد الحشو يا ودي ما عندي ما نقول لكم فيه، تجي بزاف بنين. الوصفه هذه جد رائعه. هنايا كي كملت حطيت هذاك الحشو كامل، رايحه نضيف عليه ايضا جبن المبشور. الجبن المبشور هنا استعملوا الاجبان اللي يكونوا ملاح، فهمتوا؟ تقدروا ديروا الجوده، تقدروا ديروا الشيدار كيما حبيتوا. انا هنا اكتفيت بنابولي صراحه. تقدروا حتى ديروا هذاك الجبن المربعات ثاني حيعطيكم بنه عالميه الطاكوس تاعكم. هنايا زدت درت من الفوق زوج قطع تاع الطاكوس، خبز الطاكوس غطيت به. هنايا حكمت لك كريم فريش، زدت لها شويه تاع هريسه ودرتها من الفوق، خلطت كلش مع بعضها وحطيتها من الفوق، وجيت قطعت هكذا فقط تراسيت الخبز طاكوس تاعي باش من بعد نقدر نقطعه. ورحت حطيت له حبات تاع الزيتون، قلت لكم انا سميته كوكا طاكوس، وانتم كيما حبيتوا وكيما ظهر لكم ديروه. في الاخير الوصفه تاعنا هاي امامكم، دخلتها للفرن تحمرت من الفوق. شوفوا صراحه انا شعلت لها الفرن من تحت
ومن بعد عاودت شعلت لها الفرن من الفوق باه تقراتينا. شوفوا قطعتها وتجي واحد البنة عالمية، البنات يجي مشمخ، يجي خفيف، يجي بنين، ما عندي ما نقولكم فيه. في الأخير وصفتنا نهار اليوم ها هي أمامكم، نتمنى إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. نقول لكم ديروا لي جيم لا فيديو، ديروا له كومنتير شباب كيما نتوما، وبارطاجيو لا فيديو مع أصدقائكم وأحبابكم باه يطلع لي الفيديو ويشوفوه عدد أكبر من الأخوات. في الأخير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، تلاقاو في وصفة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.